يا مساء الخير، يا مساء العافية عليكم متابعيني. اليوم رجعت لكم بعشوة بسيطة، بطريقة الفاهيتا، على طريقتي أني، وكل واحد يسويها بطريقته، وإن شاء الله طريقة يعني بسيطة وتعجبكم حبايبي. هنا أني مقطعة البصل شرائح هيك جوليان، خليت شوية زيت وخليتهم إلى أن يذبلون. خليت الفلفل الأخضر والأحمر هنا وحمستهم على النص، يعني حمست البصل وحمست شرائح الفلفل الأخضر والأحمر. إذا ما عندكم فلفل أحمر بس أخضر ما يهم. هنا أنا خليت قطع الدجاج، طبعا أنا مسويتهم شرائح رفيعة هالشكل، ثرمتهم وأحمسهم، أنتظرهم إلى أن يحمسون حبايبي. الله يسعد أوقاتكم إن شاء الله بالخير وبالعافية. هسه هنا مثل ما تشوفون هذه التوابل: ثوم باودر، فلفل أسود، بابريكا، كاري، يعني شنو عندكم، ماجي دجاج، فلفل أسود، كاري المختار شوية، وطبعا ملح هنا، وهيل شوية، هم خلوا هيل، وكزبرة شوية مطحونة. بعد أن تحمسوها حمس مضبوط شرائح الدجاج والفلفل الأخضر، هسه هنا راح أخلي عصرة من حب الرمان، هو مو دبس الرمان، هذا بطل يصير حامض طبعا، يعني هي خلاصة الرمان هذه. وهنا أنا هسه انحمس عندنا حمس تمام، بعد أن قلت لكم خلينا احنا كل التوابل اللي ذكرناها طبعا على الشاشة. طبعا أنا أحب أستخدم الجبن اللي مو يعني هيك يعني ينطي هيك قوام قوي، أحب بس الطعم، وأحب يعني أخلط كل المواد مثل ما تشوفون. جبن المونزريلا هذا بس مو يعني هو ذاك اللي ينطي قوام هيك مثل العلش، لا، العادي، لأنه ما يحبون هذاك طبعا العائلة. فأخذت من هذا الجبن وقلبته شوية، قلبت الجبن ويا المواد، يعني ويا المواد كلها، الدجاج والفلفل الأخضر. وهنا أنا طبعا أنا مسوية صلصة اللي هي زبادي وراشي وشوية من الكمون والفلفل الأسود، خبطتها للصلصة. هذه صلصة بسيطة يعني، وهي بديل المايونيز إذا ما عندكم مايونيز. مثل ما قلت لكم هي زبادي وراشي وشوية فلفل أسود وكمون وعصرة من الليمون بسيطة. هسه مثل ما تشوفون ندهن هنا الخبز، ندهنها كلها، نخلي من الصلصة على الحافة حتى تنبرم وما يطلع الحشوة، ونخلي كمية من الحشو، حشوة الفاهيتا، ونلفها. طبعا هذه ما يتخلى لها شرائح من الطماطة والطرشي، لا، الفاهيتا ما يتخلى عليها. هنا أنا مسحت الطاوة شوية بشوية زيت وشوية الفاهيتا كلها، وهذا كان عشان البسيط المتواضع. وهنا أنا بوتيت شوية ومن الصلصة، وإن شاء الله يا رب طريقة بسيطة وعجبتكم حبايبي. فضلا لايك واشتراك حتى توصلكم كل وصفاتي، وأترككم إن شاء الله في أمان الله حبايبي.